النهاردة أمريكا ضربت 3 منشآت نووية في إيران والناس انقسمت. في اللي بيقول إن الضربة كانت قوية جدا وممكن يحصل تسريب إشعاعي خطير، وفي اللي بيقول إن الضربة كانت سطحية وما عملتش أي حاجة أصلا. نصدق مين؟ نطمن ولا نفضل قلقانين؟ تعال أوريك. هتدخل على موقع windy.com وهتختار منها على اليمين طبقة Air Quality. بعد كده هتركز على PM2.5. لو عالي ده معناه ان في جسيمات دقيقة ممكن تكون مشعة، وهتركز برضو على NO2 و SO2. دي غازات بتظهر بعد التفجيرات الكبيرة او الحرائق. وهتركز برضو على ايروسول، ده الغبار اللي ممكن ينقل التلوث، ومعاهم طبقة الويند عشان تعرف الرياح ماشية فين. لو الرياح ماشية من ايران وبتتحرك ناحيتك وشفت الوان غريبة بتتحرك على الخريطة برتقاني او احمر، فدي علامة لازم تاخدها بجدية. طب لو فعلا حصل تسريب إشعاعي تعمل إيه؟ هتحاول تقعد في مكان مقفول ومحكم، تقفل كل الشبابيك والتكييفات، هتلبس كمامة N95 أو أي فلتر قوي. لو كنت بره هتغسل جسمك وتغير هدومك، ما تشربش أي مية من مصدر مفتوح، ما تاكلش خضار مكشوف، وتتابع المصادر الرسمية. 3 مواقع نووية اتضربت، ومش دايما الخطر بيبان في أول ساعة. بدل ما تعيش مرعوب على الفاضي، افتح الموقع واعرف بنفسك، وكالعادة ادعيلي.